علشان تاكل اقوى كبده فريش في الرياض فانت محتاج تعمل 3 حاجات. اول حاجه انك تصحى بدري، وده لان اغلب مطاعم الكبده بيجي لها الكبده الفريش من بدري، فهتضمن انك تاكلها وهي لسه جايه. وتاني حاجه تطلع على اقرب بوفيه ليك وتتاكد من الورقه دي انهم بيعملوا الكبده فريش. ويا سلام بقى لو بيخبزوا الخبز عندهم، وحمص وكبده من البوفيات المميزه اللي باكل فيها في شرق الرياض. واخر حاجه انك تاكل بقى وتستمتع بالاكل. والميزه في البوفيه دي واللي بيخلينا اجيها انهم بيسووا الكبده وكل اكلهم بزيت الزيتون، وده غير ان الكبده عندهم فعلا مميزه. بوفيه صغيره بس الكبده عندهم عالميه. وبما ان اسمهم حمص وكبده، فالحمص باللحمه من الاطباق الجميله اللي جربتها عندهم. الحمص ناعم وطعم زيت الزيتون واضح فيه، وكمان اللحم غنم فريش وجودته ممتازه. واخر حاجه جربناها هي مجلجل الدجاج، كان طعمه برده جميل، بس انا فعلا اللي ابهرني جوده الكبده والحمص باللحمه عندهم. بوفيه بسيطه ومميزه وتستاهل الدعم وابو قوه، واسعارهم بنفس اسعار البوفيات الشعبيه. شوفوا انا يمكن ما عرفتش اتكلم قوي وانا جوه، بس دي واحده من البوفيات القويه والمختلفه واللي تستاهل الدعم في شرق الرياض. جربوها. سلام.